ورجعنا لكم تاني من مطعم ام حسن، ومعانا مدير المطعم الاستاذ وليد نبيل. ازيك يا استاذ وليد؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ شرف حضرتك الله والله. يخليك. الحمد لله، اتشرف لينا. بصراحه يعني احنا سعداء جدا بوجودنا في المطعم احنا اللي سعداء والاكلات بيكم الشهيه اللي احنا اكلناها. احنا اللي سعداء بيك والله. الله يخليك. طبعا. استاذ وليد، تقدر تقول لي بس يعني هناخد نبذه عن اشهر الاطباق اللي بيقدمها مطعم ام حسن؟ اتفضل يا فندم. ايه هي اشهر الاطباق عندنا؟ والله احنا ما بنشتهرش بطبق معين، ولكن احنا عندنا الطواجن بتاعت ام حسن مشهوره جدا بالنسبه لمطاعم ام حسن. عندنا المشويات زي الكباب والكفته والريش والحاجات دي مشهوره برضه جدا في ام حسن. عندنا طبق الملوخيه طبعا، ده اشهر حاجه في ام حسن. يعني الملوخيه ده اشهر حاجه عندنا؟ طبعا. بجانب الطواجن اللي احنا بنقدمها طبعا دي برضك مشهوره عندنا قوي، الطواجن العكاوي والبطاطس والباميه. تمام. واللحمه بالبصل، الحاجات دي بنعمل كلها. عكاوي؟ طبعا. كوارع؟ بنعمل كوارع؟ بنعمل فتة كوارع وبنعمل شوربه كوارع طبعا. فتة كوارع وشوربه كوارع. وشوربه كوارع. تمام. طب في اكلات معينه مخصوصه الاطفال بتيجي تطلبها عند ام حسن؟ والله احنا بنعمل حاجه الكفته الكيدز ميل من الكفته او الشيش طاووق، ودي اكلات مفضله جدا عند الاطفال، بيخشوا ام حسن خصيصا عشانها. وعاملين ركن الكيدز اريا طبعا، بيفضلوا ان هم يلعبوا فيه. في ركن مخصوص للاطفال عندهم. بالظبط. استاذ وليد، يعني الشيفات اللي عندك تمام. سواء كان ام حسن هنا او في اي فرع من فروع ام حسن في مصر، تمام، بيطبخوا نفس السيستم، نفس الاسلوب، طبعا. نفس الطريقه، طبعا. ولا مثلا لا، لا. دميات مختلفه عن هنا؟ لا خالص خالص. احنا بنتبع معايير معينه في الاكل بتاعنا، الريسبي بتاعنا. لازم كل فروع ام حسن بتقدم ريسبي واحد، ما حدش بيختلف في الريسبي او بيخرج براه خالص. فبتخش الفرع ده زي ما بتخش الفرع ده زي ما بتخش الفرع ده، بتلاقي نفس التيست ونفس الريسبي ونفس المذاق يعني. نفس طبعا. في عندك معايير معينه لاختيار الشيف نفسه؟ هي دي بتسبق السؤال الاولاني. احنا الريسبي والتيست عندنا اهم حاجه، واهم حاجه ان الشيف نفسه الموجود او بيشتغل في ام حسن ينفذ الريسبي اللي بنمشي عليه، اللي حطاه ام حسن في كل معايير الجوده بتاعتنا في الاكل. فدي لازم من اهم الصفات اللي بنختارها في الشيف بتاعنا، انه ينفذ الريسبي اللي احنا بنشتغل. يعني احنا يعني لو دخلك واحد قال لك انا شغال مثلا شيف في المطعم الفلاني وانا تمام، انت بتدخله يعمل الشغل اللي هو عايزه، ولا بتأقلمه يعني على كل مكان ليه ريسبي وليه طريقه وليه حاجه معينه. تمام. احنا ريسبي ام حسن عندنا معايير معينه في التيست وفي الجوده وفي الريسبي لازم يمشي عليها. تمام. لازم يمشي عليها. فبنختار الشيفات من هذا المنطلق، لازم تمشي على الريسبي والتيست بتاع ام حسن ومعايير تقديم الاكل والمقادير بتاعه الاكل والكلام ده كله. ما ينفعش حد يخرج براها. ما ينفعش. المنيو بتاعك بيتبدل كتير؟ لا والله احنا مش بنبدله كتير خالص. عندنا المنيو بتاعنا بيقدم الاكلات المصريه الشرقيه، ما بندخلش فيه اي اكل. ما فيش دخلتش اكل عربي؟ لا مثلا خالص. مندي الاوزي، المندي والكبسه الحاجات دي لا خالص. احنا كل اكلنا في مطاعم ام حسن مصري شرقي بحت، ما بندخلش فيه اي اكل مصري شرقي بحت. طبعا. بالنسبه للماده، يعني اللحمه والحمام والبط والحاجات دي، تمام، انتوا بتجيبوها منين؟ عندكم مزارع خاصه بيكم؟ والله لا، احنا عندنا موردين للطيور واللحوم والحاجات دي كلها، ودول بينتجوا مخصوص لمطاعم ام حسن. بينتجوا؟ طبعا. بتبقى حاجه يعني الانتاج بتاعهم او الجوده بتاعتهم دي مخصوصه لام حسن، ولكن دول بنتعامل معاهم. طب لو جينا مثلا نبص الاوزي صغير كده حلو كده، الوزن بتاعه بيتراوح من كام لكام؟ يعني الاوزي بتاعنا، الخروف الاوزي بتاعنا بيتراوح من 15 ل 20 كيلو. 15 ل 20 كيلو؟ طبعا لازم يكون وزنه صغير عشان ده مع الشوي والحاجات دي بتست اعلى يعني. طيب التوابل اللي بتجيبوها منين؟ والله كل التوابل بتاعتنا مصري شرقي، ما بنجيبش اي توابل من بره من اي دول خليجي او الكلام ده كله، يعني كلها توابل مصريه شرقيه. بس كان جوز الطيب والفلفل الاسود والبهارات والحاجات دي كلها مصريه شرقيه. طيب بالنسبه للاكلات بتاعه المصريه الشرقيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، يعني كل الاكل المصري، كل ست بيت مثلا حابه انها تيجي وحابه انت عارف ان الايام الظروف صعبه وكده. أيوة. فالواحد لما عايز يروح مكان بيدور على اي مكان يكون مناسب، يعني ايه؟ تمام. يفك عن اللي فيه شويه يعني. تمام. طيب الاسعار عندكم يعني في برضو المحدود الدخل كده يقدر يجي ياكل في ام حسن برضو؟ والله ده سؤال مهم. احنا يعني عاملين حاجه في المنيو، وجبات توفير والكلام ده كله، احنا بنخاطب كل فئات الشعب. الطبقه المتوسطه ممكن تخش ام حسن، الطبقه الاقل من المتوسطه ممكن تخش ام حسن، الطبقه الراقيه ممكن تخش ام حسن.
فاحنا الكلام ده بنخاطب الناس بيه من خلال المنيو وخلال الاسعار بتاعتنا يعني. يعني احنا نقول للناس تعالوا يا جماعه لام حسن وما اتفضلوا، اهلا تخافوش. وسهلا، يشرفونا طبعا، يشرفونا فوق دماغنا، يشرفونا. يعني ما حدش يخاف كده من لا الاسم، لا لا وما خالص حدش يخاف من كده خالص. يعني الواحد اي واحد هيجي ياكل باللي في جيبه وماشي. طبعا احنا عاملين الكلام ده عشان خاطب بيها كل فئات الشعب. يا فندم احنا سعداء جدا. احنا اتشرفنا بيكم يا فندم، احنا اتشرفنا. شاكرين جدا يا استاذ وليد. اتشرفنا فيكم ان شاء الله لنا اهلا وسهلا لقاءات قادمه ان شاء الله. اهلا وسهلا. ومتشكرين جدا على حسن الضيافه. شكرا فندم، شكرا. وبكده اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامج شغل مطاعم، ونلتقي بكم ان شاء الله في القريب العاجل.